ولك ابوي ايش بكون ايش صاير عليكم؟ ان شاء الله كل واحد طلع عمل لي قرص كبه وسوالي صينيه عش البقتل وعمل له كم اكله صار مشهور على قفطيزنا. ايش في؟ ايش في؟ بتعرفوا هذا الفيديو لمين؟ هذا الفيديو لصناع المحتوى يلي بيحكوا ضد النظام المجرم السوري. ليش انتم بتنشغلوا بهدول الناس؟ لك كل واحد طلع سوالي شغله، سوالي عمله، وضرط له ضرطه، وفسي له فسوه، وعمل له قصه، انتم عم تلحقوه بتراقبوه؟ انت مو هذا بوصلتك، انت مو هذا هدفك، انت مو هذا هدفك. لا لا لا، انت هيك عم بتقزم الموضوع، انت هيك عم بتصغر الموضوع. لا، مو هذا هدفنا. هدفنا هو رأس الهرم النظام المجرم. اليوم انا بطلع للأسف اغلب صناع المحتوى يلي بيحكوا عن النظام وبيعروه وبيكشفوا جرائمه وبيحكوا عن المعتقلين وبيحفزوا الناس، للأسف عم ينشغلوا بصناع محتوى تانيين. لخيو انت عم تشهره، يعني هو اعتبره سيء ولا كويس، ولا انت سيء ولا اعتبر ايش من كان يكون ماشي، اعتبره ايش من كان يكون. انت بتحط الفيديو عليه بتروح بتصير الناس ياي فلان هيك حكى، ياي علتان هيك حكى، علاك البان هيك قال، يلا 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 رحنا عفنا طريقنا وتركنا مثل ما بقولوا الجمل لمين حمل. ما بصير لك عيفه، لكن جؤه يعوي ويعرس ويطبل ليقول حاج. لا تشهره، انت لا تشهره، لا تساعد على نشر التفاهه، ولا تساعد على نشر هالغباء وهي الجحشنات، هي لا تساعدوا على نشرها. انا ما عم بنظر عليك، انا كثير ايام بخطر لي اجي اعمل دويتو براجع نفسي بقول لا هذا فخ انا ما بوقع فيه. دائما خذ خطه الهجوم، افضل وسيله للدفاع، ما هو بس بكره القدم، بكل امور الحياه. افضل وسيله للدفاع هي الهجوم. لا تنشغل بالدفاع عن نفسك، لو حدا تهجم عليك لا تدافع عن نفسك، انجؤه مره مرتين ثلاثه، بشوفك ما رديت ما بعود بحكي، خلاص بنتهي بنطفى، ما بعود بيلاقي حدا يشتغل فيه، وعم تشتغلوا في بعضكم. يعني هو حكى انت بترد، برجع بعمل فيديو صار في محتوى تافه ما بعد نفهم شيء، صارت امور شخصيه. هي ثوره، هي قضيه بلد، هي قضيه بلد. يعني ما بدنا نبلع الطعم 700 ألف مليون مرة ونقع بالفخ 3433 مرة. ما بدنا نقع بهذا الفخ انه نحن نشتغل في بعضنا ونفقد البوصلة ونفقد طريقنا، ويلا يا شباب فلان قال هيك، فلان سوى هيك، فلان راح على المحرر، فلان طلع من المحرر، فلان قال انا عملت كذا، فلان قال يلا نشتغل في بعضنا. مشان ايش؟ بنقول ايه بدنا نفضحه. انت ما فضحته، انت ساعدته انه يتوسع ويتغلغل وينتشر أكثر ويتعملق أكثر، وبالأخير بيطلع هو الصح وأنت الغلط. بكل بساطة بيطلع هو الصح وأنت الغلط. انجؤه، ازبله، زبلة الكلب، الكلاب تعوي والقافلة تسير. وبقول لك بالأخير كل واحد بينه وبين ربه، كل واحد بينه وبين ربه. بس أنا بدي أقول شغلة ما لها علاقة بهذا الموضوع. اليوم كل شخص لما بده يساعد ما في داعي انت، والله بقصد كثير اشخاص بس ما بذكر اسم حدا، بس كلمة صغيرة بقولها، لما بدك تروح تساعد ما في داعي كاميرات وتصوير وإضاءة وأكشن ويلا وطلع، ما في داعي. خلص انت عم بتساعد اصلا ما في داعي تطلع الكاميرا، ما في داعي. ولو بيجوا بعلقوا لحالهم بيقولوا ما شفنا مساعدات اخوينا، بقول لهم يلا ها، يعني بعلقوا لحالهم بروحوا مشان يصير عندهم ذريعه. ما تصور ولا تورجي لحدا ولا تقول لي. في كثير ناس ما بتعرف ايد اليمين من ايد اليسار ايش عم بصير. هذا اللي عنده النيه الصادقه والنيه الصافيه، تمام؟ لا تيجي تعمل هيك مشان تشغل الناس فيك، وهدول الناس رجعوا تشتغلوا فيهم وتشتغلوا كلياتكم في بعضكم، ونفقد مثل ما حكيت نفقد البوصله تبعيتنا، ونفقد الشيء اللي نحن اصلا صار فينا هيك كرماله. بس كتر الله خيركم وجزاكم الله خير. وعاشت سوريا حرة أبية، شاء من شاء وأبى من أبى، وبالأخير اخلع اخلي.